بغداد ورامي الاعتصامي. رائع احمد، رائع. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور. انا اهلا وسهلا. طبعا لك افلام اخرى، لكن يعني خلينا نقول اسقاطات على الموقف السياسي. يعني انا بهنيكم، بهني كل الموجودين، الاستاذ مصطفى بكري والاستاذ وائل الراشي والاستاذ خالد صلاح اللي قابلته يوم جمعه الغضب وسلمت عليه طبعا على الرصيف في المهندسين وشد من ازر بصراحه اليوم ده. بهنيكم بنجاح ثوره مصر العظيمه، وبهني شعب مصر بالحريه والعداله ووطن جديد مليء بالمساواه وان شاء الله. لكن انا بس ليا مداخله صغيره. انا بصراحه لما شفت البرنامج من الاول انا مش مبسوط. ليه انا مش مبسوط؟ ليه؟ لان انا بصراحه احنا دلوقتي بنبدا عهد جديد ما فيهوش رياء ولا نفاق ولا كذب ولا اعلام مضلل. وبصراحه الاستاذ سيد والاستاذه هناء من اول الموضوع ده وهم كانوا بيهاجموا الثوره دي وبيهاجموا الشباب دول. واخدين بالكم؟ انا اسف ان انا بتكلم في كده. بالعكس اتفضل. لا انتوا الاثنين من الاول وكنتوا بتقولوا ان حسني مبارك ده رمز الاستقرار، وانتوا عمالين تقولوا بقالكم 21 يوم بان مصر مش تونس. يا جماعه بصراحه انا اتفرجت على البرنامج وانا مستاء جدا. احنا عايزين نبدا عصر جديد ما فيهوش كذب ولا رياء ولا نفاق ولا اعلام مضلل. بصراحه انتم الاثنين كنتوا بتشتموا في الثوره وبتشتموا في الولاد دول، وبصراحه بهدلتوا الدنيا وفبركتوا موضوع وجبتوا واحده قلتوا انها اشتغلت مش عارف في امريكا ولا انا بصراحه انتوا بصراحه شكلكم وحش جدا انتوا الاثنين. انتوا لازم تعتذروا للشعب المصري وشكرا. لا استنى خليك معايا استاذ احمد. استاذ احمد لا طبعا لا نطلبه تاني. هو يعني هو مؤكد استاذ احمد بيسمعني. هو يمكن ما شافش الحلقه بتاعت امبارح. احنا لما